مساء الخير، عاملين ايه؟ طبعا النادي الاهلي كاس العالم للانديه، البطوله اللي محدش هيشم ريحتها ولا هيفكر يروحها ولا حتى هيتبعت له دعوه بكارت ذهبي زي ما حصل في كاس الرابطه او في كاس السوبر المصري. البطوله دي ما بيشاركش فيها غير المجتهد. البطوله اللي ما بيشاركش فيها الاهلي في مثلا بمجامله او بكوسه زي ما بيقولوا، او ده الحق ده عمرو مراد فهمي، الحق ده حسن حمدي، الحق ده وكاله الاهرام. البطوله اللي بيشارك فيها الاهلي بمجهوده، البطوله اللي لما تشوف الاهلي في وسط الانديه دي تعرف قد ايه الاهلي بنى تاريخه وبنى الحاضر بتاعه بالمجهود، مش بالكلام، مش بالقرن الحقيقي، ولا بالمظلوميه، ولا اصل لا اصل بص ما بياخدوش زي بعض في الفلوس. كل الكلام ده ما بيحصلش غير مع الاهلي، الاهلي اللي تاريخه هو اللي وداه المكان ده. طبعا مباراة افتتاحية بطولة مجموعة ممكن ناس كتيرة تشوفها سهلة، مش سهلة. طبعا حضور النادي الأهلي في المباراة الافتتاحية ده يسوى كتير قوي، يسوى كتير عند جماهير النادي الأهلي، ويسوى كتير في مكانة النادي الأهلي عالميا. اللي أتمنى إن إدارة النادي الأهلي تفهم إن الرعاة اللي عندنا دول، الناس اللي حاطة اسمها على التيشيرت بتاع النادي الأهلي، ما يستحقوش يحطوا اسمهم على تيشيرت الاهلي بالفلوس اللي بيدفعوها حاليا. ما ينفعش يحطوا اسمهم على التيشيرت بتاع النادي الاهلي من غير ما يدعموا النادي الاهلي، ولا بصفقات، ولا بطيارات خاصه، ولا بتيشيرتات زي الناس، ولا بملاعب زي الناس، ولا كل الكلام ده. انت راجل هتحط اسمك في وسط بطوله بيحضر فيها 32 فريق هم الاعظم في العالم في اخر 5 6 سنين. فاتمنى ان اداره النادي الاهلي تستعيد برضو رونقها في التعاقدات، ان هي يعني احنا عندنا لعيبه مشيت احنا محتاجينها زي ديانج، زي حمدي فتحي، زي احمد عبد القادر، مع صفقتين ثلاثه في الدفاع فتبقى الدنيا اتظبطت. وطبعا البطوله دي ما حد بيشم ريحتها غير النادي الاهلي. سلام.